ازيكم يا احلى واجمل متابعين سفرة سهير. هنعمل مع بعض النهارده تورتايه مقاس 30 في 30، نص شوكولاته ونص مربى الحليب. وتزيينها زي ما احنا شايفينه، تزيين بسيط جدا وسهل. يا ريت كلنا نكمل الفيديو لغايه الاخر، هنستفاد منه حاجات كتيره وهيعجبكم. اللي يعجبه الفيديو ما ينساش بقى يحط لايك واشتراك ويفعل الجرس. عندي بولقة العجان، وزنت نص كيلو دي اسبونج جاهز. بصوا انا خدت يعني كده بصوا هوزن 500 جرام بالظبط. كده وزنت معاكم 500 جرام، فكان في معلقة زيادة فشلتها. بعد ما وزنت ال 500 جرام دي سبونج جاهز، ضفت 6 بيضات بيكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وحطيت معلقة خل ومعلقة محسن ونص كوباية مية من الحنفية عادية جدا، وربع معلقة فانيليا. بعد كده شغلت عليهم العجان، اتضربوا عندي كويس جدا لمدة 10 دقايق. لو انت عندك مضرب كهربا برضو تمام، بينفع قوي على المضرب الكهربا. حطيته بقى في الصينية بالشكل دوت. هخبزها بقى على درجة حرارة 180، بتقعد عندي من تلت ساعة لنص ساعة في الرف الأوسط. بتخرج عندي بعد ما استوت بالشكل دوت. أول ما بتخرج من الفرن على طول أنا بغطيها بكذا فوطة. وتاني يوم بدأت بقى أقطع الكيك بتاعنا، يعني ده كان عندي تاني يوم بعد ما أنا خبزت الكيك، وده تاني يوم بدأت أقطع فيه الكيك بالشكل دوت. انا زي ما قلت لكم ان انا عملت معاكم نص كيلو دي اسبونج، وبعد كده خبزت مقدار تاني مع نفسي. بقسمه بالشكل دوت، يعني بقطعه. بجيب يعني ممكن منشار او ممكن اللي هو السكينه بتاعت الجاتو دهيت بنعمل بيها. عندي شربات ببقى حطاه، يعني بيبقى جاهز عندي، بغليه بشويه، يعني بشويه ميه، كوبايه ميه وكوبايه سكر، وبسيبهم يبردوا. بعد كده بزق بيهم كل طبقات الكيك. ضربنا الكريمة طبعا في فيديوهات كتير، مش حابة ان انا اطول عليكم الفيديو. فانا عملت الكريمة وجهزتها، بس الكريمة دي كانت بالشوكولاتة. يعني هي اخدت معايا مثلا ربع كيلو كريمة. لو هي الكريمة المتحدة بتاخد معايا التورتية دي ربع كيلو كريمة. وبعد كده ببدأ اعملهم بقى في المضرب الكهرباء او في العجان. بحط على ربع كيلو كريمة كوبايتين مية او كوبايتين ونص، حسب ما هي ما بتاخد. وبسيبهم 10 دقايق بتخف، يعني بيبقوا خلاص بقيوا كريمي واتظبطوا معايا. ببدأ اضيف جناش او كاكاو، وبعد كده بطعم بيها الكريمة. وبعد كده اول ما بيبقى عندي بقى بالشكل دوت الكريمة هاشت معايا، ببدأ احشي بيها التورتايه بالشكل اللي احنا شايفينه. ببدأ احشي كل طبقات الكيك لغاية بقى ما انا اخد الطبقات كلها اللي انا محتاجاها، واظبط التورتايه حسب مثلا انت عاملة مثلا كام طبقة في التورتايه. اخر طبقة انا حطيتها وبدأت اجلس بالشكل دوت. الطبقة الاخيرة لازم بتاخد كمية كريمة كتير عشان تظبط معانا كل الجوانب وتظبط معايا التورتايه. بملى اي فراغ من الطبقات بتاعة الكيك كده هوت، يعني لو باينة بسباتولا عندي كده هوت، ببدأ اساوي الحروف. كل ما بلاقي فراغ فاضي ببدأ احط كريمة تاني وبساوي، ولغاية ما بتتساوى معايا خالص بالشكل دوت. وكل مرة كنت بشطف الاسباتولا بتاعتي علشان تديني سطح املس زي ما احنا شايفينه. دي كانت عندي سباتولا مشرشرة، فانا حبيت ان انا اعمل بيها الجوانب بالشكل دوت. جبت يعني جناش بتاع شوكولاتة متسيح، ولغاية ما يعني سيحته وبرد عندي، وحطيته في كيس. قسمت الشوكولاتة، يعني قسمت النص بتاع الشوكولاتة عشان انا قلت لكم هعملها نص مربى الحليب ونص جناش شوكولاتة. حطيت في الجزء دوت الشوكولاتة بالشكل دوت، وبدأت اعمل بها دريبات على التورتاية. يعني انا عايزة الدريبات بتاعتها تبقى يعني عشوائية. إن جنب التاني أنا كنت عاملة بقى مربى الحليب، كنت جايباها بقى وسيحتها هي، وهي يعني بنجيبها بنحطها مثلا في كوباية وبنحط لها شوية زيت. وبعد كده بنفضل نقلب فيهم لغاية ما يبقى القوام عندي ناعم جدا. وبعد كده بصبه على على التورتاية. عملت روزتات بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت عشان اقسم بيها التورتاية. دي مربى الحليب زي ما انا قلت لكم. بعد ما انا بقى حطيتها بقى زي ما انا قلت لكم بشويه زيت كده لغايه ما بدات تفك عندي خالص.
لو هي القوام بتاعها كان فضل معاكِ تقيل ممكن تغلي شوية مَيّة، يعني زي معلقتين مَيّة تضيفيهم عليها بتفُك معاكِ بسرعة جدًا الجناش بتاع الشوكولاتة. يا رب تكونوا فاهمينّي وأنا باشرح. جِبت يعني جِبت كدهوّة اللي هو جناش الشوكولاتة، بدأت أعمل خطوط يعني بالشكل دوّة كده، عشان تدّيني الشكل دوّة. بُصّي هو شكل بيبقى بسيط جدًا وبيبقى جميل، وبالسكينة بدأت أعملها كده يعني رايح جاي بالشكل دوّة. جِبت بقى القمع وعملت برضه بقمع النجمة كده، لفّيت التورتاية بيها عشان تدّي شكل معايا، ومن تحت يا برضه في التورتة بدأت برضه ألِف الحروف بتاعتها بالشكل دوّة، وباكمّل باقي التورتة كلّها بالشكل النجمة دوّة. بعد كده جِبت بقى فراولة عندي قطّعتها يعني إنصاص بالشكل دوّة، وحبّيت إن أنا أزيّن بيها بالشكل دوّة، ادّتني شكل حلو جدًا. ودي شوكولاتة كنت عاملاها يعني بورق ترنسفير. شكل المعلقة ده بيدّي شكل حلو جدًا للتورتة، وعملت برضه الشكل ده بالشوكولاتة، فأدِّت شكل جميل جدًا معايا للتورتة. بُصّوا أنا حسّيت إن التورتة بتاعتي ناقصها حاجة، فأنا حبّيت إن أنا أكمّل الروزيتات بتاعة الجنب اللي فيه الشوكولاتة. أنا كنت عايزة أسيبها كده، بس لأ، حسّيت إن هي أفضل لو هي تكمّل يعني الحرف كلّه بتاعها. وبقولوا لي بقى إيه رأيكم، كانت كده أفضل والّا لو كنت سِبتها بقى يعني كدهوّة زي ما أنتم كنتم شايفينها كده بالجناش من غير ما أعمل روزيتات. التورتة بتاعتي النهارده خلصت، ويا ريت الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه، حتى لو كانت معلومة بسيطة. يا ريت التورتة تكون عجبتكم، واللي يعجبه الفيديو ما ينساش بقى يحط لايك واشتراك ويفعل الجرس. استنوني بقى الفيديو القادم. باي باي.